سابحا في ظل مولاه يسبحه ويشكر من رحيق العلم والإيمان يهتدي الحيران للفرقان كي يعيش العمر باطمئنان من رحيق العلم والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم بياكم في برنامجكم من رحيق الإيمان، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من 5:30 حتى 6:30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبتوقيت دولة الجزائر من الساعة 2:30 حتى 3:30. واليوم خصيصا عن الجزائر. بداية لما تتكلم عن الجزائر، أولا نحن من دار زايد من أبو ظبي. وظيفتنا كقيادة والشعب أن نلتحم ثقافيا معنويا حتى عاطفيا مع إخواننا في البلاد العربية، مع إخواننا في الوطن العربي. وظيفتنا نشر المحبة والتسامح، لا لتدمير الأوطان، لا للتكالب على الأوطان، لا للمؤامرات الدسيسة على الأوطان. الكل يقول أنا من يحمي الدين، والكل في المقابل يقتلني باسم الدين إلا من رحم ربك. اليوم ستكون حلقة استثنائية خاصة، بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن السياسة، بعيدا عن كل شيء. سنتكلم عن الجزائر، بلد 1.5 مليون شهيد رأيتها بأم عيني. صدقا لا تحكم على وطن حتى تطأ قدماك تراب الوطن. صدقا لا أبالغ إن قلت لكم جنة الله في أرضه، ولا أبالغ إن قلت لكم 1.5 مليون شهيد قدموا لإرجاع سيادة الجزائر وهيبة الجزائر وهوية الجزائر. تصور معي فرنسا احتلت الجزائر 132 سنة، استهدفت الهوية والدين. تصور دخلت فرنسا كان عدد الجزائريين 10 مليون، بعد 132 سنة الأصل السكان يزيدوا، طلعت فرنسا بعد 132 سنة عدد السكان 9 مليون. شوف كثرة الذبح. في يوم واحد قتلوا 45,000 في يوم واحد، ناهيك عن نهب الأموال، ناهيك حتى أذكر حادثة أخبرني بها وزير الشؤون الإسلامية، أنهم مرة دخلوا المرأة اللابسة خاتم يقطعوا إصبعها، اللابسة خلخال يقطعوا قدمها، اللابسة عنق يقطعوا رقبتها، ويأخذون يبيعون الذهب مع العضو. تصور حقيقة، هذا التاريخ لا يكذب. فجمعت أعضاء جسدية من النساء، اللي يريد خلخال هذا القدم يشتري مع الخلخال، حتى جاء واحد واشترى كل الأعضاء هذه وأخذها معاه. تصور كان الرجل يؤخذ يقطع رأسه ويعلق رأسه أمام منزل الجزائري، فتخرج الزوجة تشوف رأس زوجها معلق، يعني رعب. كان هدفهم إرعاب الشعب الجزائري، لكن الله عز وجل على قدر البلاء ينزل العافية، فوهبهم أن يبقوا، أن يتحالفوا ويصبحوا يد واحدة، حتى نالت الجزائر سيادتها ونالت الجزائر استقلالها. لهذا الشعب الجزائري ربما عنده، شوف واحد من الإخوان المسلمين كتب مقال، يعني لازم نذكر الإخوان، ما أقدر في حاجة. واحد من الإخوان المسلمين كتب الجزائريين عندهم عقدة الضيافة، إنه بس يأتي ضيف يكرمونه زيادة. لا، هذا طبع الجزائري، ما هي عقدة الضيافة. أنت عندك عقدة النقص، لأنك أنت لم تتربى تربية عربية أصيلة، لم تتربى على كرم العرب، لهذا أنت ترى إكرام الضيف عقدة. لكن أقول لك أن شعب الجزائر هكذا هم، يرفعونك على كفوف الراحة. ربما تقول بالغت، لم أبالغ. عندنا تقرير يخبرك عن جمال الجزائر. بداية سأخبركم عن جمال الجزائر ثم نعود إليكم. هذه هي الجزائر، بلد 1.5 مليون شهيد، انظروا إليها. بالرحيق العلم والإيمان، بيضة تتنوع بالوان
ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. عالجزاير لامع ماضي، سيف مرصع جوهر ماضي، واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. بلد حباها الله بطبيعة خلابة وحدائق غناء ومساحة ممتدة، فهي أكبر الدول العربية مساحة وتحتل المركز العاشر عالميا من حيث الاتساع. تاريخ عريق يحف دولة الجزائر، فبمجرد نطق اسمها يتبادر إلى الذهن كل معاني التضحية والفداء وحب الأوطان. كيف لا، وهي الدولة التي قدمت 1.5 مليون شهيد من خيرة أبنائها في ثورة التحرير الوطنية التي دامت 7 سنوات ونصف، توجتها بنيل استقلالها والهزيمة والبوار لأعدائها. هي رسالة للإخوة الجزائريين: بلادكم جنة، الله عز وجل رزقكم جنته في أرضه. يعني جمعتم الخير، جمعتم الماء والخضراء والوجه الحسن. يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. عالجزاير لامع ماضي، سيف مرصع جوهر ماضي، واللي في درب العزة ماضي لا قليل مع الإحسان. تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالجزاير لامع حاضر، جودي رحب باللي حاضر، عند البادي وعند الحاضر عن عادات الخير تبان. تتنوع بالوان، ضوي شعشع في الأكوان، يا الجزاير فيك الخير حسنك شايع في الأوطان. بالرحيق العلم والإيمان. حياكم. فرأيت جمالها، رأيت طيبة شعبها، أخلاق شعبها، رأيت العجب العجاب. دخلت عند مقام الشهيد لأزوره، رأيت غرفة تعذيب، كيف كان من الفرنسيين أيام الاحتلال يعذبون أحبتنا الجزائريين. فتقول لي المشرفة على المتحف، قالت: يا شيخ كل أدوات حقيقية. قلت: كيف؟ نعم. تأثرت والله، طلقة في الصميم. رأيت الحوض كيف يغرقون الناس، الزجاج اللي يضربونه، حتى آلات الحرق حقيقية. شعب ناضل، شعب ناضل نضال لا يوصف. 1.5 مليون لو جمعت دماؤهم لأصبحت بحر، فقط من أجل أن ينال أحفادهم أرضا ووطنا وعزة. لهذا أيضا لما ذهبت للجزائر رأيت الهوية الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، الطبائع الإسلامية مزروعة بهم. ذهبت إلى منطقة اسمها البليدة. بليدة إحنا نشتري البرتقال والليمون في الطرقات، تصور بين الطرقات، ما يعني مثلا طريق يمين شو يسمونه هذا؟ دبل سايد؟ ها؟ سيد راوند سيد؟ يا بعد قلبي، سيد راوند سيد. زين، رايح جاي. فتصور في الوسط برتقال، ايه تقطف برتقال وتاكل. يا اخي تصور عندهم منطقة اسمها مطمورة او شيء، حمضيات تكفي الجزائر كاملة. انا كان بودي ازور سوف وجرجرة، ما اعرف، ولايات كثيرة، 48 ولاية الجزائر ترى كثيرة، وهران كنت اتمنى ازورها لكن ما اسعفني الوقت. فولاية البليدة مثلا حتى شعبها طيب، يعرف الغزل. يعني مثلا شو يقول لك؟ حنوني. عارف يعني حنوني؟ حبيبي. ايه. والرجل يقول لزوجته حنونتي، يعني حبيبتي. حتى شوف الكلام حلو، ها؟ حنوني. بحبك. لا ما عندنا. انا بحبك. بسم الله. انا شكرا. هناك حنوني. كل الحروف سهلة عذبة. فلما جلست عندهم كان يوم يزرعون حوالي 300,000 أو 600,000 وردة زهرة. تسمى بليدة مدينة الزهور، تدخلها تصدم من جمالها. عندهم منطقة اسمها الشريعة، صعدنا حوالي 2000 متر أو 1800 متر فوق سطح البحر. طبعا درجة الحرارة 5، الثلوج ما زالت. يعني شجرة الأرز منتشرة بشكل طبيعي. مهما أوصفت لا أستطيع أن أوصف جمال هذه الدولة. إليكم التقرير. بالرحيق العلم والإيمان.
استقبل الجزائريون الشيخ وسيم يوسف بالحفاوة والتكريم، متنقلا على أرض الجزائر بين مدارس قرآنية وشوارع العاصمة ومؤسساتها ومظاهرها الطبيعية الخلابة في جبال شريعة، بصحبة الإعلام أنيس رحماني ولفيف من الشخصيات الاعتبارية. وكان ضمن برنامج الزيارة محاضرة قيمة تحت عنوان كن كالنخلة. احتشد الناس على أبواب قصر الثقافة بالقبة بالجزائر العاصمة، واستمعوا للمحاضرة التي تخللها الكثير من المواضيع الهامة حول وسطية الإسلام والأزمات التي شهدها الوطن العربي في السنوات الأخيرة من أحداث جسام. لم تتوقف خفة ظل الشيخ طوال الوقت وهو يحاور محبيه من المجتمعين، حتى أعرب عن حبه للجزائر وأهله بهذه الكلمات: حتى النشيد الوطني الجزائري زهى به قلبي ورددته كثيرا، فقلت قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا، فإما حياة وإما ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. بالرحيق العلم والإيمان. تلاحظ نشيد الوطني: نحن ثرنا وعقدنا العزم، نحن ثرنا فإما حياة وإما ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. وطن، وعقدنا العزم، لأن الجزائر عانت احتلال الفرنسي، العشرية السوداء عندهم. أنتم سمعتوا عن العشرية السوداء؟ يعني اسمها عشرية سوداء. تصور فتنة وقتل، تنحر رؤوس والدماء على الطرقات. الشعب الجزائري عانى، لهذا أنت لما تشوف فيه عناد وحدة اعرف أنه عانى كثير. الآن الجزائريون الآن في مرحلة بناء وطن، لأنهم عانوا، انتقلوا من الاحتلال الفرنسي للعشرية السوداء، فلهذا الآن هم في مرحلة بناء وطن جميلة جميلة. لهذا عندنا بعد تقرير ولا خلاص؟ ما شاء الله بعد تقرير. ايه، حتى العلماء الجزائر، ذهبت في زيارة لرجل أكبر علماء الجزائر، عمره 108 سنوات، 108 في صحته. يعني هذا، شوف، هذا ميزة الجيل القديم. يا رجل حنا جيل يعني خلها على الله، حنا جيل سنيكرز وكيت كات. اي والله، اي متى خلنا ساكت. هذا الرجل من العلماء، اسمه آية عجل، صح؟ الطاهر. هذا من كبار علماء الجزائر، 108 سنوات. من أتى للجزائر بزيارة علمية لابد أن يذهب لهذا الشيخ. وذهبت عند وزير الشؤون الإسلامية، رجل يعني تجد عنده أفق عال في مسألة الدعوة الوسطية، احتواء، يعني تجده صاحب ذوق رفيع حتى في المذاهب، حتى في كيفية الحوار الديني، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فعلا أنا محرج أمام الشعب الجزائري، هذا كان لابد من رد المعروف، ولابد أن نتكلم من دار زايد عن أرض الجزائر. إليكم هذا التقرير في زيارة كبير علماء الجزائر. بالرحيق العلم والإيمان. خللت جولة الشيخ وسيم يوسف في الجزائر زيارة لطيفة للعلامة الجزائري الشيخ الطاهر علجت في منزله. وخلال الزيارة دعا علجت للوحدة والتماسك بين المسلمين ضد الأعداء، كما أهدى الشيخ الطاهر كتاب رحلة قرن للشيخ وسيم يوسف. هذا وتم استقبال الشيخ وسيم يوسف من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، واجتمع الوزير بالشيخ يوسف والمدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني بمقر الوزارة. ومن جهته قدم محمد عيسى للشيخ وسيم يوسف كتابا حول مآذن المساجد في الجزائر. استودعكم الله يا أهل الجزائر. بالرحيق العلم والإيمان. والآن الجزائر العاصمة تقوم ببناء أكبر مسجد، ثالث أكبر مسجد في الحرمين بعد الحرمين. الجزائر الآن تقوم ببناء أكبر
مسجد بعد الحرمين، يعني هو رتبته الثالثة، اسمه المسجد الأعظم. لو تعرفوا قصته ليه تم بناء هذا المسجد ها هنا، والله إذا ستصيبك قشعريرة. أنا سأسأل سؤال: هل تعلمون لماذا تم اختيار بناء المسجد الأعظم في هذه البقعة؟ هل تعلمون؟ أصبحت الاسم المنطقة المحمدية. تعرفون ليش سبب تغيير الاسم؟ هذا ابحثوا عنه في جوجل. تعرف ليه أقول ابحثوا عنه في جوجل؟ رغم أن لا ابحثوا عنه في جوجل، سهل أقولها أنا في 5 دقائق و4 دقائق، لكن حتى تبحثوا عن الجزائر أحيانا أنت تعطي الطرف خيط يأتي لماذا تم اختيار المسجد الأعظم في الجزائر في هذه المنطقة المحمدية، واضغط وابحث سترى العجب العجاب وتقرأ تاريخ ما جرى، فتم اختيار المسجد ها هنا. مسجد يحوي أعلى منارة، المشكلة منارة عالية جدا. تعرف أنت المصعد المنشآت القفص هذا ينزل هذا، وإحنا في الاجتماع لما اجتمعنا مع لجنة المهندسين وعرفوني قال الشيخ بس نصعد 10 طوابق، يعني هذا القفص اللي تشوف تحته فوقه وتشعر انه معلق، لو زاد الوزن تميل. لا ما 10 طوابق انا حسبتها يعني كم 20 متر 30 متر اوكي كسور. المهم طلعت وهم في المصعد شوف الخديعه الله يسعدهم، قال شيخ عادي لو نطلع 24؟ عاد انا لازم اثبت اني انا ما اخاف. قلت له ايه شو 24؟ اطلع 24 وانا واقف اشوف السياره تصغر تحت حجمها تصغر. المهم يطلع طالع 24 طفناها مكتوب طوابق والمصعد مخيف 24 طفناها. قال لا شيخ لا 32. اوكي 32 32 طفناه لا في إنه لا شيخ 34. قلت والله شكلكم للمنارة فوق، وفعلا وقفنا عند 34. لما توقف عند مأذنة المنارة 34 ترى البحر والجبال ومقام الشهيد وجمال الجزائر. ناهيك عن المسجد حتى المنبر ينزل تحت الأرض ويصعد تحت الأرض. منبر الجمعة ينزل تحت الأرض غير الجمعة، ويوم الجمعة يرفع تحت الأرض. أكبر مخزون مائي، بساتين، حديقة، وعندهم حديقة اسمها حديقة حموى، حاجة رهيبة. يعني الجزائر بنت حضارة مجد بالدماء، وبنت حضارة مجد بتراثها وتضاريسها وجمالها وجبالها وبحارها وأنهارها، وكل هذا يجمع بطيبة شعبها. بطيبة شعبها، يعني تجدهم فعلا طيبين. لهذا ضيافتهم لي ليست من أجل وسيم، لا تظن أن هذه الضيافة من أجل وسيم، لا، هي هذا طبع الجزائر. هذا هو الشعب الجزائري، يرحب بالضيف كأنه هو صاحب الدار. لهذا أقول يعني للشعب الجزائري حياكم بياكم، بحبكم بزاف ولا بزاف أحبكم بزاف، أحبكم بزاف، وربي يعيشك. ربي يعيشك. يعني كلماتهم جميلة والله. الشعب الجزائري لما يتكلم تستمتع. صح أمرات هم عندهم السرعة في الكلام، وهذا شيء طيب، ترى شيء طيب السرعة اللي بحسب البيئة والطبيعة وما جروا. أحيانا لما مروا بالعشرية السوداء والحروب وكذا فكانوا يحتاجون لسرعة الكلام وترتيب الكلام بسرعة، فهذا أصبح من طبعهم. مثل تحية لا باس، من كثر ما عانوا الشعب الجزائري أصبحت تحيتهم لا باس. لا باس لا باس معنى الضرر، يعني ما عندي ضرر، من شدة ما عانوا 130 عام احتلال فرنسي وعشرية سوداء، فكان انفجار لا بأس، يعني ما عندك مصيبة لا بأس، فأصبحت تحية بعد هذا. فالشعب تحيتهم تعكس تاريخهم، كلامهم يعكس تاريخهم، حتى بناءهم يعكس تاريخهم، الطرقات تعكس التاريخ، الابتسامة تعكس التاريخ. ففعلا شعب يستحق أن نذكره في شاشة وعلى شاشة أبو ظبي من دار زايد، لأنهم فعلا يستحقون هذا. فتحية من دار زايد وعيال زايد لقيادة الجزائر، لوزير الشؤون الإسلامية، للوزير الأول، تحية لإدارة المسجد الأعظم، تحية لأنيس رحماني، تحية لشعب الجزائر، تحية لمن كان في الضيافة ولمن استقبل، تحية لدولة الجزائر فهي تجمعهم كلهم، وجزاكم الله خير.